اهلا وسهلا بيكم. معاكم قناة عالم ايمي ويومياتها. لو اول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل الجرس وانتظر منا مزيد من الفيديوهات. اوعى تنسى اللايك. يلا بينا. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد ورائع جدا. اقوى تجربة مع اواني الطبخ المتميزة شركة AMC. تعالوا بسرعة نخوض التجربة مع بعض. يلا بينا نتابع دلوقتي في مميزات كبيرة جدا معايا في المنتجات ديت. بإذن الله هوريها لكم عملي لما اجيبها، لان هي بتدفعي ليها اقساط الاول وبعد كده تستلمي المنتج. زي ما احنا شايفين فرن وحلل ووك وحاجات تانية كتير. تعالوا بسرعة نشوف التجربة من اول الطريق. يلا بينا. وبكده بدأنا الطريق معاكم وركبنا العربية، ودلوقتي احنا على كورنيش اسكندرية زي ما احنا شايفين. طبعا احنا رايحين دلوقتي التجربة عملي في لوران. طبعا احنا الصبح بدري بقى وجريت لكم الصورة زي ما انتم شايفين عشان تشوفوا معايا اسكندرية. الحمد لله وصلنا مقر الشركة. يلا بينا نخوض التجربة. مستعدين؟ يلا بينا. تعالوا بسرعة نتفقد كده المنتجات قبل ما يعملوا التجربة. دلوقتي انتوا شايفين معايا الوok اهي زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طبعا زي ما احنا شايفين الغطا شكل مومبي اهوت الوok، وطبعا الاواني دي بتوفر لك في الوقت. زي ما احنا شايفين هنا معايا الجريل طبعا بالشكل ده يا جماعة. ده مش ستانلس، دي سبيكة فيها خصائص كتيرة هتشوفوها عملي دلوقتي. وده طبعا شكل الجريل من الداخل. يلا بسرعة ندخل على التجربة دلوقتي. هي بدأت تسخن الأواني أو الحلل زي ما احنا بنقول. بتعمل لها درجة حرارة مناسبة وبعد كده بتحط الأكل. زي ما احنا شايفين التجربة بدأت حطت الأداة اللي هي بتظهر لك درجة الحرارة المناسبة عشان تبدأي تشتغلي في الأكل. أنا دلوقتي لا بشوح ولا بشوف، أنا هعمل شكل الجزرة وبس على كده. هو لسه بيعمل معايا سيرش عشان يتوصل انا عايزه اعمل ايه، لان انتوا قلتوا لازم المقعده بالظبط تدفى شويه وتسخن بالظبط. عشان هو بصي بيعمل سيرش، لو انت حضرتك ملاحظه هو عمال بيبحث معاكي. ليه الكلام اللي قالته مدام ايمان ان القاعده اختزلت كميه من الحراره وهي خلاص هتستوي، معنى كده انه بيكمل سوا وهو ما وقفش. طبعا هي حطت الاداه ديت بتبقى حاجه بشبه الواي فاي، بتوصل ما بين الانيه او الحله ديت ما بينها وما بين اللي هو الاداه ديت عشان توصل لك درجه حراره معينه. اهي طلعت الشكل الجزر، يبقى هي كده جاهزه للتسويه. طبعا الحله هنا وصلت معايا لدرجه الحراره المطلوبه على شكل الجزره. زي ما قلنا الاداه ديت بتتصل ما بين الحله والسخونيه عشان تعرفي درجه الحراره المناسبه. طبعا هي بتقول الايدين ما عازله لدرجه الحراره. هنشوف معاكم اهو على بتنجان على زيت كله. فانا اهو ببدا احط الزيت بتاعي كويس. طبعا الزيت ده مقلي فيه حاجات كتير، احنا مش دي اول قليه. طبعا شكل الزيت واضح. وهبدا ان انا اعمل البطاطس بتاعتي. طبعا احنا لو حطينا البطاطس ديت وهي كده ده احنا بنحط الميه ونفضل لغايه لما يطلع. لا هي كده خلاص قدحت. لا انا مش هعمل كده. انا كل اللي هعمله ان انا هحط البطاطس وهي بارده اهي. طبعا لو اتعملت تجربه زي دي في البيت البطاطس هتبقى يعني طبيعي كتله صح كده. احنا هنا بنعمل البطاطس بتاعتنا اهي وخلاص هنسيبها. وبعد شويه انا هحط قطعه السمك في نفس الزيت وعايزاكم تدوقوا وتفرقوا لي بين البطاطس. لقطه الغرض من التجربه ديت ان هي امنه من الروايح، يعني لو حطيتي سمك مع فراخ مفيش روايح هتختلط مع بعض. وكمان ممكن تحطي سمبوسه حلوه مع سمك او فراخ، يعني مفيش مشكله. الميزه هنا في السبيكه ديت ان هي ما بتخليش الروايح تختلط مع بعض وانت بتقلي في الزيت. والميزه التانية كمان ان انت بتحطي الحاجه او الحاجات اللي انت عايزه تقليها في الزيت من قبل حتى ما يقدح، لان لما الزيت بيقدح بيعمل اكسده وحاجات مش صحيه. يعني هنا عدم اختلاط الروايح وكمان صحيه، يعني المنتج حلو جدا. وكمان زي ما احنا شايفين اهوت هي حطت البطاطس دلوقتي. منتج روعه جدا وبصراحه تجربه رهيبه عجبتني جدا.
وهنشوف كمان تجربة البطاطس فيها ايه كمان من مفاجآت. تعالوا نشوف معاكم، يلا بينا. البطاطس دي بتغلي ولا لا؟ ايوه. طب ممكن حضرتك تحط ايدك في الزيت اللي بيغلي ده؟ ممكن حضرتك تحط ايدك؟ حضرتك ما تقلقش. مش عارفه. حضرتك اتفضل. شوفي بقى الزيت، بصي انا عايزه اوريكي شكل البطاطس بتغلي اهي، صح كده؟ دي طبعا تجربه عملي قدام حضراتكم. نعم. يا حبيبتي هحطه خلاص. معنى كده انه هياخد من نفس الريحه دي، يعني معنى كده ان الزيت مش هيديني نفس النتيجه زي ما انا بعمل في البيت. الزيت بتاع السمك برميه، لا ما ترميهوش، هيبقى بنفس المنظر دوت. وبنعمل سمك تاني، انا بصفيه تاني على فكره هنا في البرطمان، وبعمل تاني وبنقلي قطايف وبنعمل فيه كل اللي احنا عايزينه في نفس الزيت. انا عندي بنتي بتاكل سمك، بنتي بتاكل فراخ. بس ممكن نظهر السمك ان في سمك. بصي حضرتك، يعني هنا هيوفر لك في الفلوس، مش هتستخدمي زيت كتير، بالعكس ممكن تقلي اكتر من مره وكمان مش هيأكسد. طبعا زي ما احنا شايفين خلاص كده البطاطس اتقلت معاها السمك. طبعا احنا لما دقنا، هقول لكم لما ندوق طبعا مفيش اي ريحه زفاره ولا اي حاجه، رغم ان البطاطس اتقلت مع السمك. تعالوا نشوف الشكل النهائي. طبعا ده الشكل النهائي اول ما اكلت طبعا البطاطس. اتفضلوا معايا، طبعا مفيش اي ريحه للسمك نهائي. طبعا دي الحله اللي احنا بدأنا بيها في اول الفيديو. اختزلت الحراره اللي هي عايزاها، ويعني عطت اشاره بشكل الجزره، يبقى هي في درجه حراره تمام جدا. هنبدأ نحط المكرونه، مش هتحتاجي ان انت تسلقيها ابدا، وطبعا الاواني دي بتوفر معاكي في الوقت والمجهود، والتجربه كانت عملي معايا وقدامي. هنبدأ نحط طبعا المكرونه، هنبدأ كمان نحط الفراخ وهي متفرزه، يعني مش هتسيب الفراخ تفك بره ولا اي حاجه. وطبعا هتضيف الخضار وهو متفرز، كل حاجه هتحطيها. طبعا هتحطي عليها حبه لبن بالشكل ده، وهتغطيها دلوقتي، وهنشوف السوا هنخلصه ازاي. يلا نشوف. كل اللي انا عملته حطيت المكرونه نيه، وادي الفراخ فروزن، والسبانخ برضو فروزن، ما حطيتش اي توابل او اي حاجه. غطا اهو تمام. انا عشان ادي الامان، وما ينفعش ان ولادي يجرى لهم اي حاجه، هقفل اللوك كده، هيديني الصوت بتاع التكه دي، معنى كده ان هو خلاص كده. طبعا زي ما انتوا شفتوا التجربه، دي حله مخصص ليها. دي تقدري تستخدميها بالغطا دوت بتسويه بالبخار للفراخ، للحمه، كمان للرز وللفول، وتقدري تعملي اللوك بالطريقه ديت، هيسوي معاكي بسرعه. طبعا احنا هنا حبينا نسأل على الامان، وهل هي شبه الحاله للضغط ولا لا. قالت لنا لا، هي بتبقى امان. وزي ما احنا شايفين حتى المنفس اللي اتعمل دلوقتي بتقول ان الهواء مش سخن قوي اهو بالشكل ده. لو هتلاحظي هي عملتها تجربه عملي قدامنا. زي ما احنا شايفين طبعا المكرونه استوت هي والفراخ والسبانخ في دقايق معدوده، والتجربه كانت قدامي. طبعا هي بتقلبها دلوقتي، طبعا مفيش حاجه لزقت. هنبدا بقى ان احنا نحط جبنه موزاريلا وهنحمرها من فوق وهي في نفس الحله. يا ترى ازاي من غير ما تخش الفرن او تحت الشوايه؟ تعالوا نشوف، هتعرفوا اكيد. دلوقتي حالا بدأنا نضيف الجبنه الموزاريلا، بس يا ترى هتاخد لون ازاي ومش هتتحط في الفرن ولا تحت الشوايه؟ يا ترى ايه السر في الموضوع؟ هنشوف دلوقتي حالا بالتجربه. يا ترى ايه الحكايه؟ بعد ما حطت طبعا الجبنه الموزاريلا، هنشوف هتديلها لون ازاي. يلا بسرعه عايزين نشوف. واو، الفرن ده حكايه جميله وكمان غريبه. العين اللي كانت بتعمل عليها المكرونه قلبتها زي الشوايه والمايكرويف، هتديها لون حلو. زي ما احنا شايفين مع بعض اللون الرائع اللي فيه النقط الاشقر ديت الرهيبه، وهنقطعه. وتعالوا بقى دوقوا معايا احلى مكرونه. طبعا زي ما احنا شايفين بقى بدأت احط او هي تحط لي قطعه عشان اتذوقها. كنت اتمنى طبعا تبقوا معايا عشان تدوقوا معايا احلى مكرونه بصراحه. يلا بينا نكمل. طبعا زي ما انتم شايفين مستويه جدا، ولا اتسلقت ولا اي حاجه، وهتوفر معاكي لو انت سيده عامله،
هتخلص لك الاكل في وقت قصير جدا ولا للكسل، وعلى طول مش هتقعدي في المطبخ زي قبل كده، لا هتقعدي في المطبخ حبة صغيرة وهتقدري تعملي كل اللي انت عايزاه، وكمان هتعرفي تخرجي مع منتجات AMC بالشكل ده. دي بقى تجربة الفراخ وهي بتتشوي على الجريل. تضغطي هنا بالغطا لحد ما الفراخ تستوي. طبعا هي هنا بتوريني سهولة التنظيف، بتقولي حتى بالمية العادية تقدري ان انت تغسليها بمنتهى السهولة، يعني باي سفنجة عندك، باي طبعا الاسبونجة بتاعتك اللي بتستخدميها في المطبخ. حتى هي بتقولي مش هتحتاج، بصي حتى بمنديل بتفكك يعني مكان الشوي. دي تجربة يعني ان هي سهلة التنظيف وكده. زي ما قلت لكم دي سبيكة مش ستانلس، سبيكة من نوع تاني وصناعتها ألمانية. تمام. اللي يحب طبعا يروح المكان او المقر دوت هو في لوران، وهديكم رقم التليفون لو طلبتوه مني في التعليقات. تمام. تعالوا بقى نكمل بقية التجربة ونشوف هنعمل ايه تاني لأصحاب الرجيم والخضروات من غير مواد دهنية ومن غير كمان اي ملح ولا اي حاجة، وهتستوي معاكي حتى لو حطيتي اكتر من مجموعة مع بعض سواء تفاح او بيض او خضروات. تعالوا نشوف. طبعا التجربة التانية زي ما احنا شايفين ما حطيناش ولا نقطة مية على الخضروات والبيض والبطاطس وكمان التفاح، خلطة عجيبة جدا ما بين البصل والفاكهة وكمان البيض، وما عملتش اي ريحة خالص، وما حطيتيش اي ملح ولا مادة دهنية، واستوت تماما. لا هي مفيدة لكله بصراحة ما فيش ولا اي ريحة لقطة من حاجة. دي طبعا البيضة بعد ما استوت من غير اي حبة مية بالشكل ده مستوية جدا زي ما احنا شايفين معانا في الشاشة. دي تجارب طبعا اللي هم اشتروا الحلل وبيجربوها في مقر الشركة. طبعا بيجهزوا لكيكة الاناناس زي ما احنا شايفين، بتاخد المكونات كلها مع بعض في البولة الاستانلس وقلبتهم مع بعض، وطبعا معاها الاناناس والسكر. بدأت طبعا هي تخلص الخليط بالشكل دوت وهتعملها في الحل عادي من غير فرن. بدأت تحط السكر والاناناس عشان تكرملهم على الفرن اللي هو اللي احنا شفناه في اول الحلقة. بعد ما كرملتها حطت الخليط طبعا مع بعضه في الحل عادي، وبعد كده شغلت طبعا اللي هي الغطا دوت وغطيته كويس جدا، وبعد كده خلاص خلصت الكيك. وبالهنا والشفا على قلوبكم. وبكده يكون معاكم نهاية التجربة. ما تنسوش لايك وسبسكرايب وشير للفيديو، وشكرا جدا للجميع. انتظروا بقى وانا بطبخ فيها. سلام.